خلينا نفترض كده ان ربنا كرمك واشتريت فيلا فيها 4 5 حمامات وفيها مطبخين 3. في سؤال ساعتها هيجي في بالك، انت هتجيب ميه سخنه منين لكل ده؟ بس الحل التقليدي ساعتها اللي هيجي في بالك ان انت تروح تجيب كام سخان تحطهم في الحمامات وفي المطبخ. ساعتها بقى هيبقى في اسلاك كتير، توصيلات كتيره، كركبه، فواتير كتير. وده مش انسب حل، لكن في حل اذكى واوفر على المدى الطويل، وتقريبا هيبقى مريح ليك اكتر، وهو السخان المركزي او الغلايه المركزيه. وده هيبقى حسب عدد الحمامات اللي موجوده عندك. هو جهاز واحد هيتحط في مكان واحد، مهمته الوحيده ان هو هيوفر لك الميه السخنه في كل الفيلا. وعلى فكره الميه السخنه ساعتها هتبقى جاهزه في اي وقت، من اول ما تفتح الحنفيه. مش هتستنى حتى الميه تسخن او حتى تمشي في المواسير، لان في اجهزه معينه بتركب عليها بتقلب الميه جوه المواسير. وبيكون في منه انواع حسب احتياجاتك. في منه الغاز هيبقى اوفر وكفاءته اعلى، وفي منه الكهرباء لو ما عندكش غاز، وفي منه اللي بيشتغل بالطاقة الشمسية، وده أكتر حاجة صديقة للبيئة وأكتر حاجة هتوفر لك على المدى الطويل، وخصوصا إن إحنا عايشين في أماكن الشمس فيها قوية طول السنة. والأهم من ده كله إن السخان المركزي أو الغلاية المركزية مش هتديك مية سخنة بس، هو ضروري وأساسي لو ناوي تعمل تدفئة مركزية. يعني لو فكرت فيها هيبقى هو جهاز واحد هيغنيك عن أجهزة كتيرة جدا.